فيصل مصطفى يكتب 26 يوليو يوم الخلاص. مقال كتبه في الأخبار المسائي. 26 يوليو اسم ورقم في تاريخ مصر الحديث، ليس مجرد اسم شارع من الشوارع الرئيسية الكبرى في القاهرة الخالدة قاهرة المعز، ولكنه يحمل معنى عميق وهام وذو دلالة عديدة في التاريخ المصري بل والعربي الحديث. ففي 26 يوليو 52 استسلم الملك فاروق وتنازل عن حكم مصر، منهيا حكم أسرة محمد علي والتي استمرت لمدة أكثر من قرن ونصف من المحسوبية والفساد. وقد شهد يوم 26 يوليو 52 اكتمال نجاح المرحلة الأولى أو اللبنة الأولى من ثورة 23 يوليو التي تحركت فجر هذا اليوم العظيم واستمرت متواصلة بلا انقطاع حتى 26 يوليو 52، حينما استسلم الملك فاروق وتنازل عن العرش واستقل اليخت المحروسة متوجها إلى منفاه الاختيار في إيطاليا. 26 يوليو شهد نجاح محاولات الضباط الأحرار بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر في إبعاد الملك وإقناعه بالاستسلام وبأنه لا فائدة من المقاومة أو المكابرة، فقد قضي الأمر. وتحرك الشعب المصري بواسطة أبنائه البررة من طليعة القوات المسلحة الذين جاءوا من أعماق المجتمع المصري ليحققوا أهداف الشعب المصري وأهداف الحركة الوطنية على مدار قرنين من الزمان. وتم إبعاد الملك لتبدأ صفحة جديدة تماما في التاريخ المصري الحديث، صفحة مختلفة تماما عن كل ما سبقها من صفحات، بل صفحة مضيئة ومجيدة مليئة بالإنجازات والانتصارات والأعمال العظيمة الباهرة التي ما زلنا نعيش على ذكراها حتى الآن، بل ونحيا من خيرها حتى هذه اللحظة الراهنة. ولأنه يوم تاريخي وعظيم ومميز، جاء قرار الزعيم جمال عبد الناصر مفجر وقائد ثورة 23 يوليو ليؤمم قناة السويس في 26 يوليو 56 في خطابه الشهير بميدان المنشية بالإسكندرية. وكان يوم مشهود حينما نجح عبد الناصر ورفاقه الأبطال في سرداد القناة ويحققوا أمل من أعظم آمال الشعب المصري. في هذا اليوم العظيم هز جمال عبد الناصر العالم أجمع، وكان بداية القضاء على إمبراطوريتين من أهم إمبراطوريات التاريخ، وهما إنجلترا وفرنسا اللتان احتلتا أكثر من نصف العالم. وجاءت نهايتهما على يد ثورة يوليو وعلى يد جمال عبد الناصر يوم 26 من يوليو 56. صحيح أن 23 يوليو تجسدت بوضوح في كثير من المواقف والقرارات، ولكنها تجسدت بشكل أوضح ما يكون في يوم طرد الملك ويوم استرداد قناة السويس، أغلى ما امتلكه الشعب المصري عبر تاريخه كله. ومن هنا لا يكفي أن يقترن هذا اليوم العظيم بمجرد أن يكون مرتبط بشارع تطلق عليه اسم ثورة يوليو، فهذا الشارع لا يكفي في حد ذاته، فالمفروض أن تعرف الأجيال الجديدة هذه الحكايات التاريخية الخالدة عن 23 يوليو وعن 26 يوليو، وأن لا يكون الأمر مقتصرا على مجرد تسمية شارع أو حتى مدرسة. ف23 يوليو و26 يوليو هما أهم يومين في تاريخ مصر الحديث، ويجب أن تعلم الأجيال الجديدة صغيرة السن والتي لم تعايش هذه الأحداث ماذا حدث في هذا اليوم العظيم. فتحية إلى ناصر ورفاقه وكل من ساهم من جنود وضباط ومواطنين في تأميم قناة السويس واستردادها وعودتها مرة أخرى بخيرها الذي ما زلنا نعيش عليه. وألف تحية إلى الشعب المصري وإلى كل شهداء 56 وكل شهداء في كافة الحروب والمواجهات الدامية مع قوى الاستعمار وأعوانه. شكرا للمشاهدة. مقال كتبه وقرأه عليكم فيصل مصطفى.